انت الان دلوقتي على نظام اصل الشنطه فيها كتاب دين. ازاي زيزو ما يسلمش على راجل عنده 60 سنه اللي هو هشام نصر؟ عليا النعمه أنا لو من زيزو اتف في وشه. ايه يا جدعان كميه الصياح اللي من امبارح دي يا جدعان؟ مش عارفين ننام منكم يا جدعان. صياح صياح صياح. ماسكين لنا بقى دلوقتي في موضوع زيزو والراجل هشام نصر ده. هو الزمالك يا جدعان لو خدتوا بالكم دايما بعد اي مباراه قمه يقعد يمسك لك في حاجه كده من زمان قوي. فاكر انت برضه محمد بركات لما عدى من قدام الجماهير وجاب الجون الثالث وقعد قال لك بص بيعمل ايه بايده؟ وقعدنا برضه فتره كده ناخد وقت. برضه نفس الفكره الماتش برضه بتاع حسام حسن لما قال لك فين الفير بلاي وازاي تجيبوا جون واللعيب واقع. بص من زمان الزملكاويه عندهم الحته دي، ياخدوك في حته تانية بره الملعب. يتكلم بقى ملعب، ما هو مفيش يتكلم في ملعب ايه؟ ما انت مسففه النجيله. يجي برضه يقول لك الزمالك ليه 3 ضربات جزاء وليه مش عارف 3 4 اجوان ما اتحسبوش وليه. يا جدعان انتوا كنتوا بتتفرجوا على ماتش تاني يا جدعان ولا ايه؟ بجد والله العظيم 3 ضربات جزاء ايه وحاجات ايه؟ يا ابني انت مش متعود على الحكام الاجانب، انت واخد على الحكم المصري، هو ده اللي دايما يلحقك. غير كده انت قلع ملط، انت ملط يا معلم. عارف يقول له انت ملط، انت ملط. عشان كده انت مالكش وجود ولا افريقيا ولا عربيا ولا عالميا ولا اي حاجه. انت اخرك محليا تالت ورابع. لازم يا جدعان تصارحوا نفسكم بالكلام ده. مش عيب ان انت تصارح نفسك يعني، ده حجمك الطبيعي. حكامك تلحقك ايه يا عم؟ اول ما تلعب لعب ناشف ولا ايه؟ ما طبيعي يا عم الناس تلعب على اخوان بزيرة ناشف، شيء بديهي يعني عشان الراجل ما يعرفش يستلم. ضربات جزاء ايه اللي انت عمال تقول؟ يا ابني انا مسففك النجيله يا حبيبي. هو انت يا ابني جيت الماتش ده ولا الماتش اللي قبله؟ ما تقعوش يا جدعان تصدعوا دماغنا بحاجات مش موجوده وتطلعونا بره بقى الدايره اللي احنا شغالين فيها دي كلها. انت الان دلوقتي على نظام اصل الشنطه فيها كتاب دين. ازاي زيزو ما يسلمش على راجل عنده 60 سنه اللي هو هشام نصر؟ عليا النعمه انا لو من زيزو اتف في وشه. مش ما سلمش، ده انا تف في وشه. يعني بعد ما عمالين تشتموه وتبهدلوه وتخلوا اللي جنب بتاعكم تشتمه والجماهير اصلا، ده الجماهير دي جميله، الجماهير سايبه المباراه وسايبه الزمالك وراح هتشتم زيزو. انت عارف احنا عشان كده كسبنا؟ انت اصلا ما شجعتش فرقتك، انت حاجز تذكره ومسافر اخر الدنيا عشان تروح تشتم لاعب، او لا مؤاخذه في الكلمه ايه، غرهولك اهو. انت بقى اتبسطت في إيه؟ انت متكيف دلوقتي نايم ودمعتك على خدك والراجل اللي راح تشتمه حط عليك وبهدلك، انت اتكيفت انت كده 100 100. البس يا حبيبي. ده انتوا لما حد فيكم بس بيشتمكوا في كومنت ولا حاجه ما بتناموش غير لما بتردوا باربع خمس كومنتات. ده لعيب بقاله شهور عمال يتشتم، انت عايزه اول ما يلاقي حد من مجلس الاداره اللي اصلا هو محرض على كل الكلام ده ياخده بالحضن. مش عضو مجلس اداره الزمالك ده واحد من الناس اللي كانوا بيقولوا يا جماعه جمهور نادي الزمالك ده جمهور عظيم ووافي ولعيبه ما تطلعش من بقه وبيستحمى قبل وطاهر على طول وايه يا عم في إيه؟ انت نسيت ولا إيه؟ يعني الناس دي كلها يا باشا مشاركه في اللي بيحصل في زيزو، فطبيعي جدا اللي لما يشوفه يديله على وشه ويتف في وشه. ده شيء بديهي. تقول لي سلم عليه؟ لا يا باشا السلام ده للرجاله، وانتوا اصلا مش رجاله ولا معاملتكم معامله رجاله. زعلانين بعد كده يا حبيبي ما تبقاش تجيبوهم بعد كده ولا يقفوا منصات تتويج، لان كل اللي حد بيجي يقف منصه تتويج بيقف وشه في الارض. دي بقت عاده، انا كل لما افتح التلفزيون احس ان انا بتفرج على حاجه معاده يعني. فقلنا يا جدعان ما تصدعوش دماغنا بحاجات احنا اصلا في غنى ان احنا نتفرج عليها او نسمعها يعني.